لو محتاجة تعملي وجبة كاملة فيها كل العناصر، تكلفة بسيطة، في وقت قليل، ما تقفيش كتير في المطبخ، يبقى انت محتاجة الوصفة دي. تعاليلي هقولك تعملي الجمال ده وتبهريهم ازاي. هتعجب الكبار والصغيرين. وجبة كاملة مش محتاجة اي حاجة جنبها. معايا جزر مبشور، بطاطس مبشورة، طماطم مقطعة صغيرة، فلفل متقطع صغير، وشوية جبنة موتزاريلا، ومعايا بيض، ومعايا نص كوباية لبن، والتوابل بتاعتي ملح وفلفل وشوية زعتر. بس كده. انا كان عندي بياض بيض كان باقي عندي من وصفة يعني، حطيت معاه بيضتين كمان، اللي هو كله بما يعادل 4 بيضات، وحطيت عليهم نص كوباية لبن، ضربتهم مع بعض مع ملح وفلفل وزعتر، حطيت عليهم الخضار بتاعي، وبقيت الموتزاريلا كده للاخر. طبعا انت عندك اي خضار تاني حابه تحطيه مفيش اي مشكله. لو حابه تحطي شرايح بتنجان كمان ممكن تحطي شرايح البتنجان الاول تتشوح في الطاسه، وبعدين تنزلي عليها بالخليط ده. انا فردته في الطاسه كده بعد ما دهنتها دهنه سمنه، وسبتها على نار هاديه، وغطيتها لحد لما استوت واخدت اللون بتاعها من تحت، وبقت بالشكل ده. فكت كده من الطاسه، نزلتها وقلبتها على الوش التاني، ورجعتها الطاسه تاني، وحطيت عليها بقى شويه الجبنه الموتزاريلا، وغطيتها وسبتها بقى الجبنه الموتزاريلا من فوقها تسيح، وهي من تحت هتتحمر. جيت اشوفها من تحت لقيتها لسه ما خدتش التحميره بتاعتها المظبوطه. تقدري تحطي شرايح زيتون كمان في الوصفه دي. المهم هي لما استوت حطيتها في الطبق بتاعي وطلعتها وقطعتها، ودي مطتها وده جمالها. لو عجبتك ما تنسيش تعملي لها شير ولايك.